القصة اللي هسمعها لك النهارده هي قصة صعبة جدا. القصة دي حرفيا كده أبكت الكاتب قبل القارئ. هتحداك تسمع القصة دي للآخر. هسمعك عن قصة الطفل اليتيم وزوجة الأب اتعاملت مع الطفل دي ازاي. صلي كده على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. بيقول الأم دخلت العمليات عشان تضع مولودها، وهي بتولد بتحضرها المنية وبتفض روحها البريئة، بتموت عشان تولد طفل جميل جدا بسم الله ما شاء الله. الاب بقى حزن حزن شديد جدا على زوجته، وخد ابنه وراح اداه لخالته عشان تربيه، لانه كان مشغول بشغله وكان بيتاخر جدا في الشغل، ومين هيراعي الطفل ده ويشوفه، وخده واداه لخالته. وبعد حوالي 7 شهور من وفاه زوجته قرر ان هو يتجوز، وفعلا يا سيدي بيتجوز الاب، وزوجته الجديده ديت بتولد له وبتخلف له ولد وبنت. وبعد 3 سنين بيقرر ان هو يروح يجيب ابنه من عند خالته عشان يعيش معاه. وفعلا يا سيدي جه الابن وعاش مع زوجته اللي هي مرات ابوه ومع اخواته اللي من الاب. عشان الزوجه بقى كانت بتعامل الطفل ده معامله قاسيه جدا، كانت بتعامله معامله وحشه غير معامله ولادها خالص، لدرجه ان هي كانت بتديله الاكل ياكله لوحده، وكانت دايما تنهره وتضربه قدام الاطفال. وفي يوم الزوجه دي كانت عامله عشاء كبير جدا لاهلها، والعشاء بقى كان موجود على السفره كل انواع واصناف الاكل والحلويات. الطفل وهو ماشي فبص لقى الاكل ده والحلويات دي، فمد ايده عشان ياكل حلويايه. هنا زوجة ابوه شافته عشان تنهره بشده وتغرف له طبق رز وتديهوله وتطلعه في البلكونه وتقول له اقعد كل هنا وياك تخش او اشوفك جوه في البيت، وقفلت عليه البلكونه وسابت الطفل ياكل. والجو في الوقت ده كان شديد البروده جدا. المهم يا سيدي اهلها خلصوا العزومه خلاص ومشوا، والزوجه خدت ولادها الاثنين ودخلت تنام، ونست الطفل اللي سايباه في البلكونه وقافله عليه. نست طفل عنده 4 سنين او 3 سنين لوحده في البلكونه في الجو ده وفي البرد ده، ونست وخدت ولادها ودخلت تنام عشان الزوج يحضر في العاده متاخر من الشغل بتاعه. الزوجه بتقول له اجيب لك تاكل، قال لها لا انا اكلت قبل ما اجي في الشغل وانا عايز انام. وقبل ما ينام بيسال على الولد، بيقول لها الولد ابني فين؟ قالت له نام وارتاح، ابنك في سريره ونايم. عشان الاب يشد اللحاف يا سيدي وينام ولا في دماغه، عشان وهو نايم بتقوله زوجته المتوفيه وتقول له قوم شوف ابنك. هنا الاب قام مفزوع وبيسال زوجته بيقول لها ابني فين؟ قالت له يا سيدي ما انا قلت لك ابنك نايم في السرير، نام. عشان يشد اللحاف تاني وبرضه ينام. بتجيله زوجته للمره الثانيه تقول له قوم شوف ابنك، عشان يقوم مفزوع ويقول لها بقول لك ابني فين؟ تقول له يا عم ما تكبرش المواضيع بقى، قلت لك ابنك نايم، انت في ايه؟ قلقان ليه ومالك؟ عشان فعلا يشد اللحاف لثالث مره وينام. ثالث مرة بقى بتجيله زوجته المتوفية وبتقول له خلاص نام وارتاح، ابني وحبيبي بقى في حضنه وبين ايديا. هنا الاب قام من النوم مفزوع ويدور على ابنه ودخل يشوفه في اوضته ملقاهوش، اتفزع ويلف عليه في الشقه كلها ملقاهوش، عشان يفتح باب البلكونه يلاقي ابنه نايم، ابنه نايم مقرفص وحاطط دماغه بين رجليه عشان يجي يمسكه ويصحيه يلاقي جسمه ازرق ومتخشب وساقع وفاضت روحه لبريئها. ومات الابن، مات الابن من شدة البرودة، مات الابن من ظلم زوجة ومن ظلم امرأة لا تعرف اي شيء عن الانسانية. عشان الاب اول ما يشوفه كده يعلي صوته ويصرخ ويقول ابني ابني، الجيران يسمعوا صوته ان هو بيزعق بطريقة غير طبيعية ويقول يا ريتني كنت سمعت كلام زوجتي وقمت شفتك من اول مرة، انا السبب انا السبب. الزوجة بقى اول ما شافت المنظر ده خدت ولادها وطلعت تهرب، وهربت وخدت بعضها وطلعت تجري عشان خافت لا يعمل فيها حاجة. ومات الابن، مات الابن عشان الإهمال، ومات الابن عشان عدم الإنسانية. عشان عدم الإنسانية زوجة اتجردت من كل مشاعر الإنسانية وساب الطفل ما تعداش من العمر 4 سنين لوحده في البلكونة لحد ما مات. أبوه دخل عليه وهو نايم ميت وجنبه حبة رز، جنبه حبة رز ونايم ميت، وكأنه كان عارف ان هو رايح لمن يحنوا عليه، كان عارف الطفل ان هو رايح للي هيترمى بين ايديها اللي كلها حنيه اللي هي امه. عفوا نساء العالم فوالله النوم على قدم امي افضل من النوم في اجمل قصور العالم. اتقوا الله في الاطفال اليتامى، اتقوا الله واتقوا ربنا في اطفالكم اليتامى، وخدوا بالكم منهم، خدوا بالكم منهم ورعوهم وحطوهم في عينيكم. ولو انت اتجوزت وبتربى حد يتيم زي ما هتعملي فيه هيتعمل في ولادك بالظبط. حنت عليه وخدت بالك منه هتلاقي اللي هيحن على اولادك. ارحموا الاطفال اليتامى
اليتامى واتقوا ربنا سبحانه وتعالى في الاطفال دول. يا ريت يا جماعه تعملوا شير ولايك للقصه دي. يمكن اب مأهمل في ابنه اليتيم، يمكن ام مأهمله في ابنها اليتيم تشوف الفيديو ده وتعرف ان ابنها ده تاخد باله منه، وان ابنها ده اغلى حاجه في حياتها، وتروح تتقي ربنا سبحانه وتعالى فيه وتحافظ عليه. واشوفك في فيديو جديد.